السلام عليكم ورحمة الله. تعال نصعب الموضوع أكتر شوية ونشوف النهاردة الأقساط لما جات لي كانت مش متساوية، ولكن بالمبالغ. بس بيني وبينك كانت موجودة بتتقسط كل سنة، بدفع كل سنة. مفيش مشكلة، ماشي كل سنة بفايدة 21%. طب لو قال لي وده أقرب بقى للواقع، أنا كان عمال أروح لك للواقع وأصعبها لك شوية. إن قال لك بنمشي بنفس الطريقة بكل حاجة، بس الدفع مش بالسنة. وهو بيني وبينك الدفع هيبقى بالسنة؟ هو الدفع في الغالب يا شهري يا كوارتر أصلا. طيب لو قال لك تعالى بقى قول لي إن احسب لي وهديك جدول اقساط كوارترلي. الله، طب ما هو الدفع لو كوارترلي الموضوع هيختلف، لان انا عندي الانترست ريت بتاعت سنه تقريبا 21. طيب لو هي 21 انا عايز كوارتر، ففي الغالب الحسبه تختلف لانك غالبا لو بتدفع كوارتر مش هتحسب الفايده 21، تقسمها على 4 عشان تطلع النسبه بتاعتها as simple as. دي تريكايه صغيره لكن سهله، تعال نشوفها. وبرضو في مثال اعقد شويه. بص كده، نفس القصه اهي، ما عندكش مشكله خالص، دي سعر الشقه 3 مليون والاقساط بتاعتك اهي، فالاقساط مختلفه مش مشكله. السداد بقى كل سنه؟ لا، السداد على اقساط ربع سنويه. اه، يبقى كل كوارتر، كل 3 شهور هدفع فلوس. عندك جدول اقساط عندي، بص اعمله لك اهو. ممكن طبعا ده تكون انت استلمته من ال الناس اللي بيقسطوا. اتفضل، شركه الديفيلوبر. قال لك اتفضل ادي الاقساط اهي. ادي اللي انت كنت حاسبه الاول كان اول سنه مليون و200، هو بس انت معلش مش هتدفعه على بعضه في اخر السنه مليون و200. امال هتدفع كام؟ لا، هتدفعهم لي عباره عن 300000 300000 300000 300000. اه يعني ادي الايه السنه هتبقى متقسمه كده، متقسمه السنه على 4 تربع، كل ربع 300، والسنه الثانيه كل ربع 262، وهنا 187. طيب في الحاله دي اللي بيكونوا لك ال 3 مليون. طب انا هنا في الحاله دي ايه رايك؟ لما جيت حسبت هنا وعملت الارقام دي المره اللي فاتت نت بريزنت فاليو، اشتغلت على ال 21. طب ولو المدفوعات ربع سنوية هتشتغل برضو على 21؟ اقول لك لا، مش هنشتغل بقى على 21، تشتغل على مين؟ تعالى نعملها هنا في الجنب. تبدأ اقول لك لا، لازم تجيب لي الديسكاونت ريت كوارترلي. كوارترلي اللي هو بص الرقم ده هتقسم ال 21 على 4 اهي، طلعت لك الرقم. يعني دي الفكرة، يعني 5 او هتلاقيه 4 حاجة نسبة وحاجة، بس ده ايه؟ ده 5، هو 5 بوينت يعني. فانت جبت الرقم ده خلاص الانترست ريت. تعال هنا بقى تحسب ايه النت بريزنت فاليو بتاعتك. طبعا شفت بقى الحاله زادت ازاي. هينفع اعمل نت بريزنت فاليو لكل كوارتر؟ لا مش تنفع. بعد كده بقى باظ منك بقى خالص، كده بقى عدد كتير. لازم تروح تسيب البريزنت فاليو بمعادلاته وتدخل في النت بريزنت فاليو. هتبدا بيساوي، وهتقول ادي ان ام بي في. في الحاله دي الريت كام؟ الريت مدفوعاتك لو هتشتغل على دول 21. طب هتشتغل على المدفوعات اللي قالك عليها كوارترلي، خلاص يبقى هي 5%. وبعد كده المدد فين بقى؟ الفاليوز، الفاليوز اهي. بس شكرا، ولا حاجه خالص. ادي الرقم اللي احنا بنتكلم عليه. وبالتالي في الحاله ديت المدفوعات لما تبقى ربع سنويه، انت متخيل الديسكاونت ريت يبقى 749، يعني 25%. يبقى انت دي الفكره، خلي بالك دي تريكايه ازيد شويه مش اكتر ولا اقل. يبقى انت بتروح على طول احسن للنت بريزنت فاليو، بس تخلي بالك بقى الدفع سنوي ولا الدفع كوارترلي، عشان بس تبقى انت واضح. طبعا برضه لو شهري هتقسم على 12 تعمل نفس القصه. موضوع as simple as، ما عندناش فيه برضه مشكله. انت بس تخلي بالك من النسبه كام. عايز تجمعهم وتشتغلهم بالسنه براحتك، بس لو هتدفع كوارتر لا، مش شغالها كوارتر، بتدفع بالشهر على المدفوعات. بتدفع كام؟ ماليش دعوه أنا عليها كام، على حسب ما بتدفع اعمل لهم الديسكاونت بتاعهم. اشكركم، شكرا جزيلا.